المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية واستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية الصومال الاتحادية يصل إلى أسمرة. وضع خطة خمسية للثقافة في الإقليم الجنوبي. إنشاءات للبنية التحتية في جندع. غرب إفريقيا والساحل مسرح مهم لعمليات التنظيمات الإرهابية. مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يحد من قدرات ترامب. فلاديمير بوتين يشرف على تدريبات عسكرية في البحر الأسود. السلام عليكم ورحمة الله. وصل أسمرة في 11:30 من قبل ظهر اليوم رئيس جمهورية الصومال الاتحادية السيد محمد عبد الله محمد في زيارة عمل للبلاد تستغرق يومين، وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمرة الدولي الرئيس إياس أفورقي بمراسم الشرف الرسمية. هذا وحضر مراسم الاستقبال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس سيد يماني قبرآب. وبحث الرئيس إياس أفورقي والرئيس محمد عبد الله محمد في اللقاء الأول بقاعة هاجر بعد ظهر اليوم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأشار الرئيسان إلى أن علاقات البلدين شهدت قفزة كبيرة بعد التوقيع على اتفاق أسمرة في شهر يوليو عام 2018، وذكر التقدم الجيد للاتفاق المبرم بين إريتريا وإثيوبيا والصومال، واتفقا على مواصلة الجهد باندفاع أكبر في العلاقات الثنائية والتعاون الثلاثي وكذلك التكامل الإقليمي. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الصومال، واتفقا على العمل المشترك لإحلال الاستقرار والتطور الكامل في الصومال والعمل لبناء المؤسسات الوطنية خاصة الدفاع والأمن وإعادة إحياء الاقتصاد والبنية التحتية. ودعا جميع أصدقاء وشركاء الصومال لتقوية التعاون لبناء المؤسسات الصومالية والقدرات الوطنية حسب الأولويات التي يضعها الصوماليون. وقدم الرئيس الصومالي محمد عبد الله الشكر لإريتريا لتعاونها مع الصومال على أساس الصداقة التاريخية المتينة. وقام الرئيس محمد عبد الله رفقة الرئيس إياس أفورقي والمسؤولين الآخرين بزيارة منطقة سيد الشي. يذكر بأن رئيس جمهورية الصومال قد زار إريتريا شهري يوليو وسبتمبر 2018 وإبريل 2019، كما زار الرئيس إياس أفورقي العاصمة الصومالية مقديشو يومي 13 و14 من ديسمبر 2018. أوضح قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي في الاجتماع الذي عقده في 8 يناير الجاري بمدينة مندفرة وضع خطة ثقافية خمسية. وبحث الاجتماع البرامج المنفذة العام الماضي والبرامج الثقافية والرياضية لهذا العام والدفع بالأنشطة الثقافية. وأشار الاجتماع إلى العمل لتنمية قدرات العاملين لاستكشاف خاصة المنقبين بالتعاون مع المتحف الوطني. وحول الأنشطة الرياضية أوضح الاجتماع تنفيذ جميع البرامج التي وضعتها الاتحادات عام 2019 وتحقيق نتائج مشجعة لمشاركة المرأة في كافة المناشط الرياضية. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيون لتعزيز المشاركة الشعبية لتطوير الأنشطة الثقافية الرياضية دعما للجهود الحكومية. أعلنت إدارة مديرية جندع في التقييم الذي أجرته عن تنفيذ مشاريع بنية تحتية بتكلفة بلغت حوالي 28 مليون نقفة العام الماضي. وأوضح الاجتماع عن تنفيذ أعمال تنمية المياه الجوفية والدفع بالأنشطة الزراعية وبناء 5 سدود صغيرة في مناطق عتشومة ودنقل العلاي وصرت وحوزيت ومحبار، وبناء مدرستين في عنديلة وحوزيت. وأشار إلى القيام بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وغرس حوالي 20,000 شتلة وجهود شعبية فاعلة لحماية المحميات والنظافة البيئية. وذكر الاجتماع بأن برامج هذه السنة تتضمن مواصلة أنشطة حماية التربة والمياه وضمان مياه مدينة جندع وإكمال المدارس قيد التشييد وتنفيذ عملية تمييع عقمبوسة ونظافة مدينة جندع. وقال مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى الحاج في ختام الاجتماع أن البرامج التنموية المنفذة والتي قيد التنفيذ تحدث تغييرا ملموسا في حياة السكان، داعيا السكان والإدارات ولجان القرى خاصة
لتعزيز المشاركة. بدأت شركة حارات للمواصلات العامة تسير رحلة مواصلات في خط تسني أديبرة. وقال مسؤول العمليات في شركة حارات السيد نقوسي قبرز قابيهير في مراسم تدشين الخدمات على الخط إن الخدمة تأتي مواصلة لجهد تقديم خدمات سريعة بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن تعرفة السفر على الخط البالغ طوله 47 كيلومترا هي 15 نقفة فقط. من جانبه أوضح مدير مديرية فورتوساوا السيد أبو بكر محمود إن عدم وجود حافلات تقدم خدمات المواصلات المنتظمة كان يصعب من حركة التنقل للمواطنين واضطرارهم لدفع أسعار عالية. وأوضح بأن مشاكل المواصلات ستجد الحل مع انتهاء أعمال بناء والطرق الجارية. وأفاد السكان بأنهم كانوا يدفعون مبالغ تصل ل60 نقفة للسفر بين تسني وأديبرة بالسيارات الصغيرة وشاحنات اللوري، وسيعملون لصيانة الطريق لضمان دوام خدمة شركة حارات للمواصلات. نظمت شرطة مديرية دقم حري سمينارات تنويرية بالقانون لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حول احترام القانون وأهميته لإحلال السلم والاستقرار. وهدفت السمينارات التي تضمنت تقرير الجرائم والحوادث السنوية الدفع بتعاون الطلاب مع الشرطة لمكافحة الجريمة والابتعاد عن مسبباتها. وتم توضيح في السمينارات التي شارك فيها أكثر من 4500 طالب وقوع 110 حادث مروري أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 17 بجروح وتدمير ممتلكات تقدر بأكثر من 10 ملايين نقفة. وقال قائد شرطة مديرية دقم حري السيد إدريس أحمد إن أنشطة التوعية الجارية لمكافحة الجريمة تحقق نتائج مرضية، داعيا الطلاب لتعزيز مساهماتهم. نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة غرب إفريقيا والساحل. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المنطقة إن معدل الهجمات تضاعف عدة مرات في السنوات الأخيرة. وبحسب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة غرب إفريقيا فإن معدل الهجمات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وبحسب المسؤول الدولي فإن الهجمات الإرهابية زادت بمقدار 5 أضعاف في بوركينا فاسو ومالي والنيجر منذ عام 2016. وخلفت هذه الهجمات في دول المنطقة 4000 قتيل على الأقل العام الماضي، مقارنة بنحو 770 قتيلا عام 2016. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن الإرهاب حول تركيزه أكثر نحو غرب القارة الإفريقية وبات يهدد الدول الساحلية في تلك المنطقة بشكل متزايد. صوت مجلس النواب الأمريكي بغالبية 112 صوتا مقابل 194 على الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بأي عمل عسكري ضد إيران. وأيد 3 نواب جمهوريين القرار الذي يطالب الرئيس الأمريكي بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونغرس. ومن شأن هذا القرار الرمزي إلى حد كبير أن يطلق نقاشا محتدما حول سلطات الحرب الرئاسية في توقيت يشهد توترا متصاعدا مع طهران العدو اللدود للولايات المتحدة. وكان الديمقراطيون قد اقترحوا نص القرار غير الملزم بعد ضربة أمريكية قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وشككوا في المبررات التي أعطتها الإدارة لاغتيال سليماني، وهم يطالبون باستعادة الكونغرس دوره في قرارات الرئيس بالنسبة إلى شن الحروب. وقال ترامب الخميس قبل التصويت إنه يعول على حزبه الجمهوري ليشكل جبهة موحدة ضد الإجراء. أظهرت صور إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تدريبات عسكرية مشتركة لأساطيل البحر الشمالي والأسود في البحر الأسود من متن الطراد مارشال أوستينوف التابع للأسطول الشمالي.
وشاركت في التدريبات الفرقاطة الأدميرال جروغوريفيتش والفرقاطة الأدميرال ماكاروف، إضافة إلى عدة سفن هبوط كبيرة وسفن صواريخ صغيرة وقوارب صواريخ وغواصة كولينو، ومجموعة من السفن المضادة للغواسات وكاسحات الألغام البحرية. وخلال التدريبات تم إطلاق عدة صواريخ مجنحة وصواريخ باليستية أسرع من الصوت على غرار صواريخ كينزهال. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.